يسعد مساكن حبيب القلب. اخواتي، بس ما نحكي بثلاث عناوين بمختصر. الشق الاول بالنسبة للاشخاص اللي عم ينضحك عليهم. انا سبق وحكيت انه نحن وقت اللي نطلع ونحكي بصفتنا الشخصية. سبق وحكيت انه الدولة في عندها قنواتها الرسمية وفي عندها صفحاتها الرسمية. ما في احد على هيدي البرامج. اكتر الاشخاص يعني بيحكوا صار نضحك عليهم على برامج الفيسبوك او على برامج التيك توك. يا اخواتي يا حبيب القلب، ما في حدا بيحكي باسم الدولة مني وجر. ما إلنا علاقة بقرارات الدولة. قرارات الدولة هي بتاخدها في صفحات رسمية لإلها، في قنوات رسمية. الصفحات الباقية هي لأشخاص مؤيدة للدولة. سبق وحكيت وحذرتكم في أشخاص عم يمتحنوا صفة دولة وعم بيحكوا مع الناس بصفة الدولة، وعم بيكون معكم أساميهم ومعكم أرقام تليفوناتهم. عم تجوا بتحكوا لأشخاص على الصفحات فلان اتضحك علينا وفلان اتضحك علينا. طيب، في مراجع بسوريا، في جهات مختصة، في مقافر. خدوا الموبايل معكم، خدوا صوت الشخص اللي نصب عليكم. ياما بنطلع منحذر ما تخلوا حدا ينصب عليكم. ما تصدقوا مين ما قال انا بالدولة وانا بالدولة. سيادة الرئيس بشار الأسد طلع وقال وموضوع الواسطة ما نحسمه، وقال على العلن وعلى القناة الرسمية والإذاعة الإخبارية، قال موضوع الواسطة ما نحسمه. عم يطلع كذا شخص. نحن في عنا اسم أو اسمين أو ثلاث أسماء على برنامج التيك توك عم يمتحنوا صفة دولة وبيحكوا مع الناس على أساس هن بالدولة. على ما نطلع لك فلان من السجن او بنعرف لك فلان اذا بالسجن، او بزبط لك وراء التجنيد وما تجنيد على حسب الاشخاص اللي عم يبلغونا على صفحة من صفحات الشباب اللي معمولة. يا اخواتي، اللي بده يقدم شكوى على حدا هيدا المقفر موجود، وهيدا الجهات المعينة او المختصة للشكاوي موجودة. بدك تعرف اسم حدا فيك تروح عند الدولة وتسألن. صدقوني كل الاشخاص الموجودين على برامج التيك توك او على الفيسبوك او على اي برامج تانية اشخاص وهمية عم بيحكوا باسم الدولة وبيستغلوا الناس، يا بياخدوا منهم مصاري او بغرض تاني. انا لاخر مرة راح ضل عم بحكي، الدولة في إلها قنوات رسمية وفي إلها منصات رسمية وفي إلها صفحات رسمية بتاخدوا الأخبار عنا. باقي الصفحات هي وهمية لأشخاص وهميين عم بيمتحنوا صفة دولة وبيحكوا مع الناس على أساس هو ضابط أو هو عميد أو هو كذا أو هو كذا، وهو بيطلع بياع فلافل. لا تخلوا حدا يضحك عليكم. وبالنسبة للأشخاص اللي انحكى معه باسم الدولة على شغلات معينة، معكم أرقامهم، معكم صورهم، فيكم تقدموا بلاغ رسمي بمقفر معين أو عند جهة معينة بسوريا. فيكم تروحوا تقدموا بلاغ على الشخص اللي نصب عليكم واللي قالكم إنه هو بالدولة. هيدا الموضوع خلينا نحسمه، ولا بقى حدا يحكي معنا انه انتصب عليه من قبل الدولة. واخر الشي بيطلع معنا انه الاشخاص اللي نصبوا عليكم هن اشخاص خارج سوريا واشخاص مو بالدولة، هن بس غرضهم يوصلوا يا لبنت او لمصاري. فاي شخص بيوقع بهالكمين هو حر. نحن علينا نحذركم، ما في صفحات للدولة على اي برامج، ولا اي شخص مسموح له يطلع يحكي باسم الدولة الا على صفحات الدولة الرسمية. تمام. بالشق الثاني، عن الأشخاص اللي موجودة داخل الشمال اللي كمان عم تتواصل معنا على الفيسبوك أو على برامج تانية إلها علاقة، لأنه في أشخاص عاملين صفحات باسمي، في ناس بيفكروني أنا بيحكوا معهم. كمان أي شخص بده يسلم حاله، الدولة فاتحة إيدها
وفاتحة قلبها لأي مواطن سوري. اليوم ما في حدا ما بيغلط، كل الإنسان معرض للغلط، ما في حدا معصوم عن الغلط إلا الأنبياء، ونحن مو أنبياء. أنا بغلط وأنت بتغلط وهو بيغلط، كل الناس معرض، والاعتراف بالخطأ فضيلة. غروا فيكم، ضحكوا عليكم، انجبرتوا كرمال المصاري، شفتوا انه انتوا على غلط، في اشخاص عم تتواصل انه بدهم يسلموا حالهم للدولة. يا اخي ما بدك واسطة من حدا، ولا بدك حدا يحكي فيك. هاي الدولة موجودة، لو بتروح مسلح لعندها وبسلاحك بياخدوك وبتعمل تسوية، واذا كان عليك شي محاكمة عادلة. والدولة والرئيس اللي طلع حكى هالكلام، والرئيس في كلام وفي فيديو لسيادة الرئيس بشار الأسد عم بيقول نحن رح يشمل العفو الأشخاص اللي جبرت. يعني الدولة بتعرف إنه في أشخاص جبرت على حملان السلاح، في أشخاص عيالها داخل الشمال مجبرة تحمل سلاح، في أشخاص بدها تاكل وتشرب انجبرت تحمل السلاح، في أشخاص غرر بيها وحملت السلاح. أما الشك اللي ما بيتسامح فيه بالنهاية هذا قرار دولي، أنا ما فيني أقول لك إذا بيمشي الحال ولا لأ. ولكن نحن كمؤيدين اللي شفناه من هود الأشخاص اللي عم بيقاتلوا عن عقيدة، قاتلونا وقاتلوا أهالينا وهجرونا، وقاتلوا الجيش العربي السوري وسبونا ودخلوا الطائفية والمذهبيين على البلد. أنا عم بحكي بصفة شخصية، هودي لا سماح معهم، ولكن هيدا القرارات بترجع للدولة. نحن شو ما بتعمل الدولة وأي قرار الدولة بتقوم فيه نحن طبعا معه. نحن وقفنا معه من الأزمة من 2011 وإن شاء الله رح نكمل معه. الفرق بيننا وبينكم يا معارضين، الفرق بيننا وبينكم، نحن من 2011 من بداية الأزمة طلعنا وقلنا نحن مع سوريا ومع الشعب السوري ومع الجيش العربي السوري ومع سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. وبعد لحد هلأ نحن مقتنعين بهالرمز اللي هو سيادة الرئيس، ومقتنعين بهالدولة وهالجيش وهالشعب الشريف، وما غيرنا رأينا. وأنا بحكي باسمي وباسم كل مؤيد رأيه مثل رأيي، لهلا ما غيرنا وإن شاء الله ما بنغير. ودايما أنا كلمة الشارع ونفنا ولا يحكمنا غير الأسد، نحن مع الأسد حتى قيام الساعة. أما أنتم طلعتوا بثورة من 2011، طلع عندكم أبو عمشة وطلع عندكم أبو محمد الجولاني، أسستوا حزب التحرير، عملتوا حزب هيئة تحرير الشام، عملتوا جيش وطني، قصد من مال، الدواعش من مال، جبهة النصرة من مال، صار في وانتوا تشتتوا، طلعتوا بشعار طائفي ومذهبي. ولكن اليوم نحن كمؤيدين متوحدين على رمز معين، ولكن انتم مشتتين. الائتلاف بالخارج بيقعد مع الإسرائيليين وبيقول أول ما يسقط الأسد رح نطبع مع إسرائيل. كمان الفيديوهات أنا انتبهوا، أنا الكلام اللي عم بقوله كله عم نزله على الصفحات حتى ما يطلع حدا على التعليقات ويقول كذاب وكذاب. لا، مو كذاب. أول شغلة أنتوا ألهتوا بالخليج، والخليج اشتراكم واستعملكم وبيعكم، والدليل فيكم تفوتوا على صفحة من صفحات الشباب بتشوفوا مراجع سعوديين وشيوخ سعوديين هم قالوا، مو أنا، هم قالوا نحن ببداية الأزمة بسوريا طلعنا وقلنا انه عم بيتم قتل الاطفال وعم بيتم قصف البيوت وعم بيتم ولكن نحن ما شفنا شيء بعيننا. كانت تجينا الاخبار من قناة الجزيرة ونحن ننقل، يعني نقل عن الى. ولكن السعودية ومراجع السعوديين وشيوخ السعوديين اللي طلعوا هن تكلموا والفيديو نازل على الصفحات، قالوا نحن ظلمنا سوريا ونحن ظلمنا الشعب السوري والدولة السورية، حتى ظلمنا الرئيس بشار الأسد. هيدي مراجع السعودية اللي إلكم فيديوهات انتو يا معارضين
كنتوا عم تألهوها وعم ترحبوا فيها. كذلك الأمر نزلنا فيديو على وزير خارجية قطر بعد جامعة الدول العربية، يعني من قريب جدا. هو قال، مو نحن، هو قال نحن ما عتبنا على الرئيس الأسد، ولكن عتبنا على السعودية، لأنه بس بلشت الحرب بسوريا رحنا كقطريين عند الحكومة السعودية وقلنا لها بدنا ندعم المسلحين في سوريا لإسقاط هذا النظام. نحن طبعا ما بنقول له نظام، نحن بنقول له دولة، لكن هم يقولون لإسقاط النظام. وزير خارجية قطر بعد جامعة الدول العربية بيطلع بيقول دعمنا المعارضين بسلاح، دعمناهم بالمال، حطينا مال على المسلحين بسوريا كانوا عمروا فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان وباكستان، المال اللي انحطت لإلكم. دعمنا المعارضة بالسياسة، دربنا معارضين ودعمناهم بمرتزقة. هيدا الكلام من وزير خارجية قطر بعد جامعة الدول العربية. وبيقول بيكمل بالحديث انه نحن اخطأنا بحق سوريا والاسد صديق وليس عدو، ولكن عتبنا على السعودية انه ليه راحت تفاوضت مع الاسد من دون ما تشاورنا. على الاقل كنا رحنا تفاوضنا سوا ورجعنا العلاقات مع سوريا. طيب راجعوا حالكم بفيديوهات لكم قبل، انتو ياما ألهتوا قطر وياما ألهتوا السعودية وياما ألهتوا الإمارات، وما بدي أحكي عن الإمارات لأنه الإمارات سبقت الكل باللجوء لسوريا. طيب بنرجع من شو بتسموا انتو الشمال بالمحرر. نزلنا فيديوهات لكبار الفصائل بشرق الفرات اللي كانوا بالغرب بمنطقة إدلب وأريافة وهربوا على شرق الفرات. نزلنا فيديوهات لإلهم عم بيقول حرام تنادوا الشمال بالمحرر، لأنه المحرر انتو ما لكم سيطر عليه. المحرر نسبة 80% 85% تحت ايد ابو محمد الجولاني، يعني جيش حر، جيش كر، جيش ما في. المحرر اللي انتو بتسموه اللي هو الشمال 80 85% تحت سيطرة محمد الجولاني. طيب شرق الفرات كمان نزلنا فيديوهات لأشخاص بالجيش الحر اللي هلأ انتو عم تسموه الجيش الوطني، هني عم بيقولوا كل 15-20 شخص بيعمل حاجز بيشلح الناس بيشتغلوا بسلاح بالمخدرات. هذا الكلام لا من عندي ولا من عند الدولة السورية ولا من أي مؤيد. هذا الكلام نحن عم ننزله على برامج التيك توك وعم ننزله على صفحاتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. الكلام مو من أبو إسحاق، الكلام منكم انتو. نزلنا فيديو لشخص عم بيقول انتو ثورة، وهو ثورجي وعلم أبو جودة وراه، عم بيقول انتو ثورة حرامية، ثورة مال، ثورة كلاب، ثورة زل، ثورة عار. كمان الكلام مو من عندي، الكلام من عندكم. هلا التعليقات رح تكون سلبية ولكن نحن لغينا التعليقات. الكلام مو من عندنا، الكلام من عندكم. فيكم تروحوا تعلقوا على الشخص اللي حكى، مو أنا، الشخص اللي ابتدى بالكلام اللي هو عم يفضح، يعني انتوا عم تفضحوا بعضكم. طيب نحن كنا عايشين بأمن وأمان بسوريا، ما كان حدا يسترجي يقرب عليك، لا كان حدا يجي يسترجي يغتصب مرتك، لا كان حدا يجي يغتصب اختك او بنتك، ما كان ولا اي مخلوق كان يسترجي يلعب بالاسعار. حياة حلوة، الغني عايش، الفقير عايش. طيب بأي بلد بيكون في مشكلة تنحل، بس ما بتنحل بالضرب وبالدمار وبالتهجير وبدخول مرتزقة ضد أهل بلدي. طيب بذكرى سنوية للأكراد، هي طبعا كل سنة الأكراد بيعملوها، مات 4 أشخاص. وين الأمن والأمان بالمحرر؟ طيب من فترة قتلوا مرة بعفرين، وين الأمن والأمان؟ طيب أبو عمشة في بنت تواصلت مع شخص على الصفحة وتواصلت معه وصوتها عندي وأصواتها عندي، ولكن طلبت أنه ما جيب اسمها، وأنا نفذت لها الطلب أنه أنا حكيت عن الموضوع وما جبت اسمها.
ولكن هلا هي طلعت رجعت الفيديو على برنامج التيك توك وقالت انا صار معي 1 2 3. هيدي المخلوقة جوزها بيخدم عند ابو عمشة. بقوم ابو عمشة بيبعت جوزها على منطقة بعيدة يقاتل. بيقوم ابو عمشة بيروح لعندها على البيت بيغتصبها للمرة. شوفوا الامن والامان بالمناطق المحررة. بيغتصب ابو عمشة مرت شخص بيقاتل معه، بيبعته لمكان بعيد للقتال او للتدريب، وبيروح عند مرته وبيغتصبها. طيب كمان بهيئة تحرير الشام جاييكم يا هيئة تحرير الشام لقوة بتهددوا على الفاضي. هيئة تحرير الشام بينعجب شيخ ببنت ابوها بيقاتل معهم. هيدي البنت موجودة بأوروبا. بيقوم الأب بيستدعي ورا بنته. بتيجي بنته من أوروبا على تركيا وبتفوت تهريب على سوريا. بيجوزوها لواحد. هيدا الواحد بيجيب أصحابه، ما بعرف هذا هني قالوا بالشرع، هيدا هني قالوا بالشرع أبوها للبنت. هذا الكلام من أبوها للبنت. بيتجوزها فترة ساعة بيطلقها، بيرجع بيتجوزها صاحبه، بيطلقها بيرجع بيتجوزها صاحبه. 3 اغتصبوها للبنت بحجة زواج وطلاق وهن بحالة حرب، والشرع بيسمح وما الشرع بيسمح. بتقوم البنت بتقتل حالها. وين الأمن والأمان عندكم؟ وين الأمن والأمان؟ بنت عايشة بأوروبا بيستدعيها أبوها لتتزوج مجاهد معهم. هذا المجاهد ما بعرف شو هالدين اللي هو متبعه، بيزوجها لزميله أو لرفيقه أو لمجاهد مثله. هذا المجاهد بيتجوزها فترة ساعة أو ساعتين بيطلقها، بيرجع بيتجوزها واحد تاني بيطلقها، بيرجع بيتجوزها واحد ثالث وبيطلقها ليرجعوها لزوجها الأولاني، ولا من شاف ولا من دري. بتقوم هالبنت بتقتل حالها. والله 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 وحياة من رفع السماء وبسط الأرض، هيدا الفكر لو انه هو اللي عم يحكم سوريا لكانوا نص السنة اندبحت، والشيعة اقول ما في داعي نحكي قتل، والعلويين كذلك الامر، والمسيحيين اذا ما قتلوهم ودفعوهم جزية بده يرحلوهم، والدروز كذلك الامر وباقي الاطراف. لو انتو حكمتوا سوريا يا تخريبيين ويا تكفيريين لحتى سوريا من 24 مليون و25 مليون كان ضل فيها مليون هني أبو عمشة والجولاني وجماعته. قمتوا على الأسد، قمتوا على رئيس الدول كلها بتحلم يكون عندها هيك رئيس، قلبتوها طائفية ومذهبيين. والله عيب عليكم، والله عيب عليكم. نحن دايما نطلع منقول السنة تاج على راسنا، والمسيحيين تاج على راسنا، شرفكم شرفنا وعرضكم عرضنا. اما انتو شو بتقولوا؟ طبعا الكلام ما موجه للكل. انا بتعرفوا لو بدي اعرض الفيديوهات اللي عم توصل لي والله يمكن لخليكم تبزقوا على حالكم. نحن نطلع يعني مرات انا بطلع ببس نطلع بتناقش انا واشخاص، بتفوتوا عبسوس تاني، في اشخاص بالخليج وفي اشخاص معروفة جدا جدا. هدول شغلتهم يطلعوا يسبوا الطوائف. يعني بيطلع شخص بيقول انا ما بيشرفني مثل الصاروت، ما بيشرفني يكون جاري علوي ولا جاري شيعي، ما بدنا نصارى بسوريا، ما بدنا مسيحيين بسوريا، العلوي بالتابوت والمسيحي على بيروت. يا اخي اليوم انت مين حكمك لحتى تطلع تقاصص الناس؟ يعني انت اليوم مين اعطاك امر لتطلع تقاصص فلان؟ اذا سرق تطشله ايده، اذا دخن تحرقه بلسانه، اذا وحده مو محجبه تلزمها بالحجاب. يا اخي سوريا مو اللي خلفك، سوريا مو اللي خلفك. السوريا لا الشيعي ولا السني ولا العلوي ولا الدرزي ولا القردي ولا الاشوري ولا الاسماعيلي، ولا لك سوريا لجميع ابنائها.
سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد قال سوريا جمالها بطوائفها ومذاهبها. سوريا ما بتكمل إلا ما يكون الجار مسيحي وجاره مسلم. سوريا مو حلوة إلا ما يجي المسيحي يعيد المسلم والمسلم يعيد المسيحي. سوريا ما بتكمل إلا لما السوري يحزن مع خيه السوري ويفرح مع خيه السوري. هيدا الرئيس بشار الأسد. هيدا الرئيس بشار الأسد. الرئيس بشار الأسد ما كان عاطي أمر للمخابرات إذا بتشوفوا وحدة محجبة يجلدوها. الرئيس الأسد ما بيعطي أمر للمخابرات إذا واحد عم بدخن سجنوه. الرئيس الأسد ما بيمنع بنته شاب يقعدوا بمطعم ويأرجلوا وياكلوا. الرئيس بشار الأسد ما بيمنع الغناء. الرئيس بشار الأسد ما بيتدخل بالدين. الرئيس بشار الأسد بيتدخل بأي شخص بده يخل بأمن البلد، بده يخل بأمن المواطن، بده يتمرجل على مواطن. هيدي الدولة، هيدي الدولة السورية، وهذا الرئيس بشار الأسد. هذا الرئيس اللي دعم فلسطين من فترة، علقوا بغزة هن وإسرائيل 34 يوم 33 يوم. الفصائل الفلسطينية قصف على غزة. هذا السلاح الموجود بغزة من وين؟ من وين؟ بغض النظر من ما كان، بس الرئيس الأسد له فضل. المقاومة اللبنانية بلبنان سلاحها من وين؟ بغض النظر من ما كانوا، ولكن الأولوية والفضل لسوريا، وهن اللي بيشكروا الرئيس الأسد مو أنا. أما أنتوا شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ تطلعوا بتسبوا الطوائف، ألهتوا الصاروت وعينكن يا للصاروت رب لإلكن. بتحطوا صوره على كنزاتكن، على موبايلاتكن، على أعلامكن. طب الصاروت شو قال؟ أنا نزلت فيديو فيكن تفوتوا تحضروا. الصاروت وقت ما كان بحمص بيع الدواعش وبيع جبهة النصرة. الصاروت بنص ساحة حمص، والفيديو على الصفحات نازلة، على صفحاتنا طبعا. قال بنص ساحة حمص وأعلام الرايات السوداء مرفوعة. قال ما بدنا علوي بسوريا، ولا بدنا شيعي بسوريا، ولا بدنا مسيحي بسوريا. والفيديو على صفحتي نازل، فوتوا شوفوه. شو قال الصاروت؟ شو قال الصاروت؟ بالجامع بالمسجد شو قال الصاروت؟ قال بالذبح جئناكم يا علوية ومهلا يا نصيرية. هيك قال الصاروت. أبو مالك شو قال؟ أبو مالك التل شو قال؟ ما قال العلوي بالتابوت والمسيحي عبيروت؟ ولسه أحفاد الصاروت وأحفاد الجولاني وأحفاد أبو عمشة على التيك توك مليانين، اللي كمان ما بدهم جارهم علوي وما بدهم جارهم شيعي وما بدهم جارهم مسيحية. أما نحن بدنا جارنا سنة، وبدنا جارنا مسيحي، وبدنا جارنا كردي، وبدنا جارنا أشوري، وبدنا جارنا إسماعيلي، وبدنا علوي، وبدنا شيعي. سوريا للكل. اليوم الشيعي بده يروح على منطقة جرابلس ينام، وأهل جرابلس يأهلوا ويرحبوا فيه. كذلك الأمر أهل جرابلس وأهل إدلب يجوا على الساحل، أهل الساحل يأهلوا ويرحبوا فيهم. اليوم الدولة، نحن مو بمزرعة. ليه عم تخوفوا الناس من الرجعة على سوريا؟ ليه عم يطلع بيحكوا أشخاص معنا يا أخي في ناس عم تخوفنا من الرجعة على سوريا، المخابرات بتكي مشكاك والمخابرات ليه هالقد عم تكرهوا الناس ببلدكم؟ ليه هالقد عم تخلوا الغرب يضحك عليكم؟ ليه هالقد عم تطلعوا على أوروبا على منصات وبتسبوا سوريا؟ هلأ بطلت تعجبكم سوريا؟ هلأ سوريا بطلت منيحة؟ نسيتوا الخير اللي طعمتكم اياه سوريا؟ نسيتوا الامن والامان اللي كنتوا فيه بسوريا؟ لك مو نحن اللي عم نحكي، الامريكان اللي كانوا عم بيحكوا الامن عن الامن والامان اللي بسوريا وعن الرخص اللي بسوريا. ليه عم تشمهوا سمعة جيشكم؟ ليه عم تشوهوا سمعة بلدكم قدام الغرب؟ كرمال شو؟ كرمال تاخد جنسية ولك خراي على اكبر جنسية، ولك خرا على اكبر جنسية قدام حبة تراب من سوريا. ليه عم تعملوا هيك؟ يا أخي اليوم أنتوا خسرتوا كرامتكم، خسرتوا بيوتكم، اتهجرتوا، خسرتوا أهلكم. كرمال شو؟ حدا بيقاتل جيشه؟ حدا بيقاتل جيش بلده؟ لك يا أخي هذا الجيش مين؟ أخي هذا الجيش مين؟ لما هذا الجيش خيي وخيك وابن عمي وابن عمك،
من هو هذا الجيش اللي انت عم تقاتله؟ لك يا اخي هذا الجيش متلون، هذا الجيش فيه السني وفيه الشيعي وفيه المسيحي وفيه الكردي، كل الطوائف والمذاهب فيه. اللي انت عم تقاتله، اللي جبت الخليجي يقاتله وفوتت تركيا تقاتله وفوتت ناس مرتزقة من برا تقاتله، وبفضل الله هذا الجيش صمد وهيدي الدولة صمدت. ونحن ما منغير، منموت وما نترك سوريا، منموت وما نترك جيش سوريا، منموت وما نترك الأسد. لأنه هيدا نحن كنا مقتنعين بالرئيس بشار الأسد 100%، ولكن بعد اللي شفناه من القتل والذبح عندكم يعني بالاحكام الاسلاميه، مين قال لك احنا بدنا حكم؟ يا اخي انا مسلم وما بدي حكم اسلامي بسوريا. انا ما بدي اذا مرتي ما تحجبت تحط عليها قصاص. انا ما بدي اذا واحد صارت تيجي تقطش له ايده. في دوله وفي قانون هن بيحاكموه، في قضاء. اخواتي جميعا، نحن وبالاحرى انا، وانا بحكي باسمي بكل المؤيدين، انا عم بحكي كمؤيدين ما لي علاقه بالدوله، مؤيدين. نحن منحب كل اهل سوريا، لانه هودي اهلنا. انا ابن الساحل، مو يعني ما يكون اهلي ابن الشام او ابن ادلب، لا، اهل ادلب اهلنا وعرضنا عرضنا وشرفهم شرفنا. نحن مشكلتنا مو مع أهل الشمال، نحن مشكلتنا مع المسلحين اللي بالشمال فقط. ابن إدلب هلأ يجي لعندي بستقبله وأهلا وسهلا فيه، وصدر البيت إله وعتبة إلنا. ابن إدلب، ابن جنديرز، ابن شرق الفرات، ابن دير الزور، ابن الرقة، ابن قامشلي، صدر البيت إلك والعتبة إلنا. نحن مشكلتنا مو معكم، نحن مشكلتنا مع المسلحين داخل الشمال. أنا بعرف في أشخاص هي صغيرة عقل رح تاخد الكلام مسخرة، ولكن هذا الشيء اللي صار واللي رح يصير. اللي رح يصير إنه ربك ناصر الحق، والحمد لله نحن أصحاب حق، لهيك رب العالمين عم ينصرنا بغض النظر عن الأغلاط اللي عم تصير. ولكن نحن أصحاب حق، والدولة عم تحاسب أي شخص عم بيغلط. بعد يطلع يقول لي ليش ما حسبته فلان وليش ما حسبته فلان. اليوم إذا الدولة بتحاسب شخص، ما ضروري تروح لعندك تجيبك من بيتك وتقول لك تعا بدي حاسب فلان. الدولة عم تحاسب الأشخاص اللي بتغلط. هذا أبو عمشة قدامكم، وأبو مالك قدامكم، وأبو معتصم قدامكم، وأبو أحمد المغربي قدامكم، والقائد مول الحج مارع، القائد مارع تعرفوه انتو اللي صار يهددني على المباشر، موجود، روحوا حاسبون. طيب اللي ضد ابو عمشة والجولاني اللي موجود داخل الشمال، هيدا ابو عمشة وهيدا الجولاني، روحوا حاسبوا. الدولة عم تحاسب، روحوا حاسبوا انتو. بإذن رب العالمين النصر لسوريا، النصر للجيش العربي السوري، النصر لكل سوري شريف، النصر للرئيس بشار حافظ الأسد. سوريا ما بتكمل إلا بالشمال، الشمال هو قلب سوريا، وبإذن واحد أحد الشمال رح يرجع لحضن سوريا ولحضن الدولة. الله يحمي سوريا ويحمي شعب سوريا ويحمي قائد سوريا الرئيس بشار حافظ الأسد، والله يحمي جيش سوريا. إخواتي جميعا، هيدا البلد قد ما بعدتوا عنه، قد ما بعدتوا عنه، يعني حتى الشخص بس يموت رح يرجعوه على بلده. نحن الحمد لله وقفنا مع هالبلد، وقفنا مع هالجيش، ووقفنا مع هالرئيس، لأنه بنعرفهم أصحاب حق. نحن الحمد لله يمكن خسرنا أشخاص بنحبهم، ويمكن أخسر حالي، خسرنا بيوتنا، بس ما خسرنا كرامتنا. البيت بيتعوض، والمال بيتعوض، والرزق بيتعوض، كل شي بيتعوض، بس الكرامة اوعى تفكر انه الكرامة بتقدر تعوضها. والحمد لله نحن كرامتنا ما بعناها. نحن بإذن واحد أحد نفنا ولا يحكمنا غير الأسد. نحن مع جيش سوريا ومع الشعب السوري الشريف ومع الرئيس بشار حافظ علي سليمان الأسد حتى يفنى الكون.
حتى قيام الساعة نحن مع الرئيس بشار حافظ الأسد. يا اخواتي، اللي عم بيحكي معكم وبيقولكم لا ترجعوا على سوريا بشغلكم المخابرات على مسؤوليتي الشخصية، وطلعوا فضحوني على بصوص انه ابو اسحاق قالنا طاعوا على سوريا وراحوا سجنونا المخابرات. كتير ناس عم تجي من برا وبتفوت على سوريا، والله ما حدا عم يتعاطى معها. والله اصدقاء لإلي من درعا اجوا بالعيد دخلوا على سوريا وراحوا على درعا وعيدوا واتصلوا فيني نهار التنين، قالوا نحن صرنا بلبنان. اتصلوا فيني انه نحن حدا تعاطى معكم، حدا قرب عليه، لو حدا قرب عليهم ما رجعوا، وهن من درعا ما صاروا بلبنان. اخواتي، لا تخلوا حدا يخوفكم، الدولة فاتحة ايدها وقلبها للكل. اهلا وسهلا، سوريا بلدكم، انتوا اللي بدكم تعمروها، وانتوا اللي بدكم ترجعوا تقووا اقتصادها. الدولة اذا ما عليك شي ما بتاخدك. الدولة عم تعمل مصالحات، اللي منو مذنب الدولة ما عم تقرب عليه. اليوم اذا بتنزل على الشام وحمص وحما واي منطقة بسوريا، شوف العالم نمل. ليه الدولة ما عم تقرب عليهم؟ يعني الدولة ما عندها غيرك نطريتك لتجي من اوروبا لتسجنك. هذا الحكي كله فاضي وباطل وكذب. هي سوريا، هي ارضك، هي عرضك، هي شرفك. سوريا لإلك مثل ما هي لغيرك، والدولة ما عم تاخد حدا ولا إلها مع اي مواطن. اذا اجا طبعا بتخل بأمن البلد، تتآمر على البلد، بتسب البلد، هذا ذنبك على جنبك، انا ما لي عليه. انا ما عم اقول لك اطلع السب، ولا الدولة عم تقول لك سب. اليوم انت طلعت على اوروبا، كل واشرب وعيش وجمع مصاري وانبسط بحياتك، وابعد عن السياسة وابعد عن شتم بلدك. اما اذا انت منك عامل شيء، ليه حدا بده ياخدك؟ يا اخي هاي الناس كلها وفي سياح، في سعوديين عم يجوا على، قطريين عم يجوا على سوريا. يا اخي الخليج كله عم يجي على سوريا. في ناس بألمانيا عم تروح وبتجي، بهولندا عم تروح وبتجي، بأمريكا عم بيروحوا وبيجوا، بلبنان، بالعراق، كل الناس عم تروح وبتجي على سوريا. ليه الدولة ما عم تعتقلها؟ بيطلع واحد بيقول لي ابن عمي راحوا كمشوا. ممكن يكونوا كمشوا، ولكن بيكون فعلا شيء. طب ليه بس انتوا عم بيصير معكم انه الدولة عم تكمشكم؟ ليه غيركم ما عم يكمشوا؟ يعني ليه انتوا حصرا اللي موجودين برا، اللي معارضين، بتقولوا راح اخي وكمشو، اخي ما عامل شيء هاد كذب على مسؤوليتي الشخصية. اذا ما عليك شيء، احمل حالك وطلع على سوريا. يا اخي تعال سياحة على بلدك واحمل حالك واطلع، وما حدا له معك ولا حدا رح يكمشك، طالما انه انت ماشي بالصحيح، ما عم تقرب على شيء يمس كرامة الدولة أو هيبة الدولة، أو عم تخل